6 حاجات لو عملتوهم هتطبخوا ألذ وأطعم كفتة مشوية. فيلا نطبخ كفتة الحاتي وهقول لكم على كل الأسرار. في الأول هنبشر بصلة كبيرة ونصفيها كويس من ميتها ونخلي المية على جنب شوية عشان هنستخدمها تاني بعدين. هنضيف البصل المعصور ده على لحمة مفرومة، وهنا اللحمة لازم يكون فيها نسبة دهون مش أقل من 20%، يعني تقريبا أقل من ربع كمية اللحمة بيكون دهنة. هنزود بقى بقدونس مفروم ناعم وبهاراتنا ملح وفلفل اسود وقرفة وبابريكا وحبهان مطحون و7 بهارات. ناخد بقى الخلطة دي كلها ونعجنها شوية في الفود بروسيسور، او لو عندنا مفرمة لحمة يكون ممتاز. بلاش تعملوها زي في الكبة لانها الحمد لله باظت لان اللحمة كانت تقيلة عليها قوي. المهم هنضربها لغاية ما الكفتة يبقى فيها عرق كده، نرجعها بقى في البولة ونغطيها ونسيبها ترتاح في التلاجة نص ساعة على الاقل. وفي الوقت ده هننقع الستيكس الخشب في شوية مية دافية. نرجع للكفتة بقى، وهنا جه وقت مية البصل اللي كنا شايلينها. هنزود عليها معلقة صلصة وشوية زيت وندهن بيها ايدينا عشان واحنا بنصبع الكفتة اللحمة ما تلزقش في ايدينا. بعد ما صبعنا الكفتة هنحضر صينية يكون عليها شبكة ونحط مية في الصينية ونبتدي نرص الكفتة على الشبكة. هندهن الكفتة كمان بباقي مية البصل وندخل الصينية على الفرن. المية دي مهمة عشان الصينية ما تتحرقش، وكمان لما بتتبخر بتساعد ان الكفتة تفضل طرية وهي بتتشوي. بعد 10 دقايق تقريبا نقلب الكفتة وندهن الوش التاني برضو بمية البصل ونرجعها على الفرن. مية البصل دي بتدي للكفتة طراوة زيادة وطبعا بتخلي طعمها يتعزز اكتر. دلوقتي بقى هنحضر السلطة، سلطة الحاتي اللي محدش يقدر يقاومها. هنقطع بصل احمر شرايح رفيعة ونرش ملح وفلفل وعصير الليمون ونزود رشة شطة صغيرة وبعدين الكمون والكزبرة. نقلب بقى كل ده كويس مع بعض ونزود تقريبا ربع كوباية خل. وباقي خضار السلطة هيكون عبارة عن طماطم وخيار وفلفل حراق. ممكن نقدمها كده، بس لو عايزين السلطة زي بتاعت محلات الكبابجي بقى يبقى نزود تقريبا ربع كوباية مية. وما ننساش الخضرة شبت او كزبرة مفرومين. هنسيبها 10 دقايق كده وهتشوفوا هتبقى عاملة ازاي من حلاوتها. وهي الكفتة كمان استوت وعملنا لها فرشة من الخضرة كده. ونيجي بقى الأهم تركة، فحمة مولعة هنحطها في ورقة فويل ونطفيها بمعلقة زيت أو لو فاضل من الخلطة اللي دهنا بيها الكفتة، ونغطي بقى على الدخان عشان ندخن الكفتة. وصدقوني هيطلع طعمها كأنها مشوية على الفحم بالظبط. شايفين بقى حلاوة الكفتة اللي تفتح النفس؟ بسم الله ما شاء الله. الكمية اللي أنا كنت عاملاها دي مستخدمة فيها نص كيلو لحمة مفرومة بالدهن، يعني فعلا لو عملتوها في البيت هتبقى أوفر بكتير من المحلات. نسقسقها بقى في مية السلطة المشطشطة دي، وفي ناس بيسموها الويسكي الحلال من كتر ما هي طعمها إدمان. ولو جربتوا طريقتي عملتوا كل التريكات اللي قلتلكوا عليها بإذن الله هتدوقوا كفتة عظيمة، ولا في رغيف بلدي بقى ونبلعها بالسلطة. يا سيدي على الجمال كده. بعد الفيديو ده إن شاء الله هتبقوا محترفين في كفتة الحاتي. عايزين تحمروا بطاطس جنبها بقى أو تعملوا طحينة على ذوقكم، أنا اللي عليا عملته. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات وقولوا لي بقى كام سر كنتوا عارفينه من الأسرار اللي أنا قلتها لكم.